يا مساء الفل. ده أول فيديو لينا في الشانل دكتور أوف سايد. هنحلل فيها مباريات كرة القدم بأسلوب سهل وسلس الجمهور المصري بيحبه وبيفهمه من غير مصطلحات تصعب الدنيا شوية عليهم. الأول رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله تبقى سنة سعيدة علينا جميعا. النهاردة ليلة كروية مصرية سعيدة بتأهل الزمالك والمصري في البطولة الكونفدرالية الإفريقية. تأهل صعب للفرقتين، سيناريو مجنون. بس في الآخر الفرحة كانت مصرية خالصة، وقدروا يتغلبوا على الصعوبات اللي واجهوها في المجموعة بتاعتهم. احنا هنتكلم النهارده على مباراة الزمالك وكايزر تشيفز. مباراة كانت مصيرية لنادي الزمالك. كالعادة الزمالك بيتحدى المنطق وبيتحدى الصعوبات وبيتحدى الغيابات وبيتحدى الإيقافات وكل حاجة، وقدر ان هو يفوز النهارده بالمباراة. في اوقات حسينا ان المباراة في المتناول، اوقات هربت مننا، ولكن في الاخر الحمد لله جمهور الزمالك روح فرحان. تشكيل الزمالك النهارده كان مفاجئ بعض الشيء. كابتن معتمد جمال النهارده قرر ان هو يلعب بالزيادة العددية في الخط الامامي مع التضحية شوية بخط النص في بداية المباراة. التشكيل في البداية كان المهدي سليمان، حسام عبد المجيد، الونش، وعلى يمينه الخضري وعلى شماله ايشو. دي كانت مفاجأة ان هو ولا الخضري ولا بنتايج، ولكن ايشو للأمانة عمل مباراة هايلة جدا. خط النص كان فيه اتنين، محمد اسماعيل ومحمد شحاتة، وقدامهم كان بيلعب احمد شريف على الناحيه الشمال، بتزيرع على الناحيه اليمين، وفي الامام ناصر منسي وعدي الدباغ في طريقه اقرب ما تكون ل 4-4-2. كان بيحصل فيها بعض التحولات ان هي بتقلب ل 4-2-3-1، ولكن هي في الاغلب كانت 4-4-2 او حتى 4-4-1-1 لما ناصر كان بينزل تحت عدي الدباغ. التغييرات اللي حصلت الكتير في الخطه دي كانت نابعه عن تغيرات سير المباراه. في البداية الزمالك اعتمد على التحولات، الكرات الطولية اللي كان بيتحكم فيها بنسبة كبيرة ناصر منسي، اللي النهاردة عامل مباراة هايلة جدا جدا جدا. وللأسف كان في فقدان للسيطرة في نص الملعب. الزمالك ما كانش نقل الهجمة بتاعه بيبقى فيه احتفاظ بالكرة في نص الملعب، كانت دايما تحولات سريعة، كور ممكن تبقى طولية أو هجمة تكون فيها باصة أو اتنين عشان توصل الكرة للخط الأمامي. ده خلى ان في وقت كبير من الشوط الاولاني تقريبا 30 دقيقه كان الزمالك الكوره سايبها تماما لكايزر تشيفز، وبيعتمد على قطع الكوره وان الكوره تتلعب في الخط الامامي مباشره. كان في خروج سليم للكوره من خط الدفاع. محمد اسماعيل ومحمد شحاته نجحوا بنسبه كبيره في ان هم لما يطلعوا بالكوره يبقى الموضوع يكون سلس ومن غير مشاكل كبيره، وما كانش فيه فقدان للكوره في الخط الخلفي للعيبه الزمالك. ناصر منسي النهارده هو كلمة السر. لو بصينا ان ادواره هو المفروض ان هو راس حربة، النهارده ما كانش بيلعب راس حربة بس، كان بيلعب راس حربة وكان بيلعب فولس ناين وبينزل تحت المهاجمين، وهو اللي بينزل لهم الكرة وبيوسع لهم المساحات. في الشوط التاني شفناه ان هو بيعمل اسيست، هو اللي بيعمل الضغط اللي بيجيب الجون التاني. بصراحة ناصر النهاردة عمل كل حاجة في الكورة، ويمكن حكم الراية حرمه من فرصة هدف أكيد في الشوط التاني من تسلل ما فيهوش أي حاجة، وهنرجع له في وقت تاني. شريف وعدي عندي تعليق عليهم ان هم مجهود، ما بيكسلوش في حاجه، بس الاتنين عندهم نواقص شديده في انهاء الهجمات. يمكن شريف بالذات قراراته بتكون خاطئه في اوقات كتير، منها الكوره اللي هو يعني بيتزيرا في التحول السريع طلعه بالكوره بدل ما يروح مباشره على الجون او يسدد. اختار ان هو يلعب كوره لعدي، وعدي اوفسايد ب 2 3 متر ومتاخره وبعيده عن عدي حتى ما راحتلوش. فالهزة في القرارات دي لازم اللعيبة تبدأ تشتغل عليها، ولازم الجهاز الفني يشتغل عليها، لأن أنت عشان تكون بتلعب في الخط الأمامي في فريق زي الزمالك لازم تكون على قدر المسؤولية، لأن مباريات زي دي مش هيتوفر لك فرص كتير. الزمالك مضيع تقريبا 4 أو 5 فرص خطرة في الشوط الأولاني كان ممكن يسهلوا الماتش بنسبة كبيرة جدا. عدي الدباغ هو هداف الدوري بيجيب اجوان حلوه، بس عدي عايز يجيب اجوان حلوه بس. يعني اوقات كتير محتاج يسهلها على نفسه. محمد شحاته لعب له كوره النهارده سهله جدا، هو اتحرك تحرك 10 على 10، هرب من الاوفسايد وهرب من المدافع وخلاص في وضع استعداد ان هو يحط جون. قعد على ركبته في الارض وعايز يريح الكرة بدماغه ويحطها في الزاويه القريبه عشان الجون تبقى صعبه عليه.
الكور دي بتاخدها على لعيبها، هتحط جبهتك فيها وتوجهها في الجون بمنتهى القوة، بنسبة كبيرة هي هتكون هدف. فعودي لازم يبدأ يشتغل على فكرة ان هو يجيب الهدف السهل، مش لازم يجيب الهدف الحلو. احنا في الشوط الثاني تغييره اللي قلبت سير المباراة، نزول عبد الله السعيد. عبد الله السعيد 41 سنة، غايب بقاله فترة، بينزل الملعب ولا كأنه عنده حاجة 20 سنة، وهو في رجله في الملعب ومفيش أي غياب ولياقة تمام، مفيش أي مشكلة. ساعتها الخطة تحولت بنسبة كبيرة ل 4-2-3-1، ومع فري فلو، حركة سهلة وحرية حركة بين الثلاثي الأمامي. بيتزيرا كنا بنشوفه بيروح على ناحية الشمال وبيدخل في النص، ناصر بيبقى في النص وبعد كده بيبدل مع عدي، وكل واحد فيهم بيمسك شوية الطرف اليمين. عبد الله بينزل يسقط يستلم الكرة وبيكمل في الهجمة. فالفري فلو ده خلى الزمالك يمتلك الشوط الثاني تماما بمنتهى السهولة، وما حسيناش بوجود كايزر تشيفز بأي شكل من الأشكال. الهدف الأول، ناصر عمل تحرك هايل على الطرف، وهو بيعمل التحرك عمل أهم حاجة، إن هو كان بيعمل سكاننج عشان يشوف مين هيكون موجود في ال 18 عشان يلعب له الكورة، وعمل عرضية أقل ما توصف بيه إن هي موجهة. على طول خوان بيتزيرا اللي داخل يلعب كورة بدماغه وبطوله ده، يخطف المدافع ويحطها بالطريقة اللي هو حطها بيها. ده بيرجع أساسا لأن الكروس مثالي. الكروس اللي عمله ناصر منسي ولا كلمة، يعني بيتعمل من احسن اللعيبه في العالم. فالنهارده احنا شفنا نسخه من ناصر منسي، لو هي مستمره على طول ناصر هيكون مكانه في المنتخب. محمد السيد وشيكو بنزا، دي كانت التغييره الثانيه لكابتن معتمد جمال. تغييره نصها هايل والنص الثاني كارثي. محمد السيد لما نزل قدر ان هو يعمل ريفرشمنت في نص الملعب. شفنا ان هو اسماعيل كان بدأ ان هو اداؤه ينخفض، ومحمد السيد يدينا بعد تاني هجومي، بعد فيه حيوية، فيه سرعة، فيه كرياتيفيتي طبعا مش موجود عند محمد اسماعيل. شيكو بنزا لما نزل ماشي، ممكن يكون عدي كان تعب، بدأ يفقد الكورة، بدأ ان هو مجهوده يقل، وده شيء منطقي ومقبول. بس اللي بنشوفه من شيكو بنزا ده حاجة مالهاش علاقة بالكورة، حاجة مرهقة للأعصاب. يعني هو كان نقطة ضعف شديدة جدا، الزمالك تقريبا كان بيلعب نقص، وفي اوقات كنت اتمنى انه ما يكونش في الملعب، زي وقت الكوره اللي حصل فيها دربكه ورا. ايشو اللاعب الناشئ طلع عمل باس على الارض، حسام عبد المجيد عمل باس على الارض، يجي الاستاذ شيكو بنزا المحترف الدولي اللي بياخد بالدولار يعمل اسيست على طبق من ذهب للاعب كايزر تشيفز، وربنا سترها معانا. فيعني شيكو بنزا ده محتاج وقفه. الهدف الثاني احنا شفنا ضغط ثلاثي في نص الملعب، وده اللي اتغير مع نزول محمد السيد، وبقى هو مع شحاته مع عبد الله في نص الملعب عاملين كثافه عدديه، وقدروا بالضغط اللي بيتعمل واللي بيشارك فيه برضه ناصر منسي، ان هم ناصر يقطع الكوره يسلمها لعبد الله، عبد الله يلعب الكوره لمحمد السيد ويتحرك. عبد الله 41 سنه بيلعب الكوره وبيتحرك في المساحه الفاضيه بالطريقه اللي اتحرك بيها. وساعتها بنشوف محمد السيد بالفيجن، بالكرياتيفيتي والابداع اللي عنده، بالباس النموذجي برجله الشمال الغير متوقعه على رجل عبد الله اللي بيستلم وبيعمل فينش هايل. حسسنا ان المباراه انتهت، ولكن لان الزمالك ما بيصعب عليه ان جمهوره يبقى قاعد مرتاح بقيه الماتش، كورنر ساذج جدا جدا جدا، بحمل فيه المسؤوليه للمهدي سليمان وخط الدفاع بتاعه بالكامل، ان ما ينفعش يبقى ده التمركز. ما ينفعش ان هم يبقوا بيضحكوا علينا، بيطلعوا لعيبه، واحد على بوز ال 18 واحد على القوس، فيبدا اللعيبه تبقى متدربكه، الشحاته مش عارف يرجع ولا يقف، وتتلعب الكوره ويجي اللعيب من ورا بمنتهى السهوله. لعيب وهو واقف على الارض، محمد ابراهيم راسه عند كتفه، مين بقى اللي يمسكه لمحمد ابراهيم؟ دي حاجه مش مفهومه. وطبعا استاذ شيكو بانزا كان جنبه يعني، بس بيطمن ان الكوره هتروح في الجون، وهو المهدي سليمان لا يسال عن الهدف ولكن يسال عن التنظيم. الخطه في الوقت ده كانت اتحولت ل 4-1 4-1. ده تراجع مبالغ فيه ولكن مبرر. ليه مبالغ فيه؟ لانك طبيعي لما هترجع بكل خطوطك لورا وتستقبل اللعب في التلت الخلفي، ان انت هتبدا تتحمل ضغط انت ممكن تكون بدنيا لعيبتك مش قده.
يكون مبرر ليه؟ مبرر لان احنا بنتكلم على مباراة صعبة جدا، مباراة مصيرية. الوصول نتيجة 2-0 في الدقيقة 75 ده يخليك طبيعي ان انت تبدأ ان انت عايز تأمن النتيجة وتقف على الأقل عشان تحتوي الهياج الهجومي اللي ممكن يعمله كايزر تشيفز مع نقص خبرة بعض اللعيبة. فالتغطية وتضييق الملعب ده كان حاجة مهمة جدا، بس في نفس الوقت اللي الزمالك ضيق فيه الملعب هو ده كان أكتر وقت في هاف سبيسز او مساحات فاضيه بين خط النص وخط الدفاع بيتلعب فيها تمريرات قصيره في ظهرهم، وكان في خطوره شديده ممكن تتكون، ولكن الحمد لله كانت بتخلص بدري وما كانش في خطوره حقيقيه على المهدي سليمان بين الثلاث خشبات. كانت كلها تسديدات بتطلع بره، او ان هم نفسهم بيخسروا الكوره نتيجه للضغط اللي بيتم ولكن بشكل متاخر شويه. ممكن من شحاتة بعد ما تعب شوية، لأن هو اللي كان شايل، هو كان الواحد، هو اللي كان شايل الأربعة اللي قدامه، ولكن هم كله كان بيرجع. ولكن طبعا أضعف حلقة كانت موجودة كانت الجنب الشمال اللي فيه شيكو بانزا، اللي كان بيرجع مع اللعيب بتاعه بيتمشى جنبه، وإيشو هو اللي بيواجه المشكلة دي. آه، لو هنتكلم على اللعيبة يعني كمجمل، واحد زي شيكو بانزا لا هو يعني كل القرارات غلط. هو عاجز تماما عن التصرف بالكورة. بيروح في الهجمة اللي احنا منزلينه عشان هو يبقى السريع الهجمات المرتدة وقت الاندفاع بتاع كايزر تشيفز يقدر يشد الفرقة. بيروح يعطل، مش عارف يعمل ايه، يتكعبل في الكورة، ياخد قرار غلط في كورة لحقها حلوة قوي قوي قوي، وبعد كده راح شايطها في اللعيب واتاخدت منه. وبعديها عمل الكرة الكارثية اللي كنا بنتكلم عليها، اللي كان في باسنج على الأرض من ورا عشان نطلع بالكرة بشكل آمن، وهو راح شايط الكرة كأنه واحد في مدرسة كورة، ومثلت خطورة لأن هي راحت للمهاجم في رجله، والراجل شاط كرة كتر خيره وطلعها بره. ايشو مفاجأة بالنسبة لي. آه، تطور كبير على المستوى البدني، تطور كبير على مستوى الشخصية. شفنا في الشوط الثاني في الآخر وقت ما كان المفروض الضغط العصبي يأثر عليه لو هو لعيب مهزوز، احنا شفنا ايشو بيطلع بيروح بالكورة بيعمل رانز كويسة جدا، كورته كويسة على الأرض، الباصة بتاعته مظبوطة، قوي جدا دفاعيا، صلب جدا دفاعيا، وملتزم جدا. فده مكسب كبير النهارده. محمد ابراهيم استمراريه للاداء الهائل اللي هو عامله من اول ما بدا يلعب اساسي بعد اصابه عمر جابر، ودي حاجه تطمنا للمستقبل ان المكان ده يطلع لنا فيه لعيب مبشر ممكن بعد كده ان شاء الله يكون اساسي في الزمالك وفي منتخب مصر. ناصر منسي خلصت فيه كل الكلام النهارده، هو عمل كل حاجه في الكوره، واتمنى من ناصر ان هو يفضل على المستوى ده وينسينا الفتره الاولى من الموسم اللي كان فيها وزنه زايد ولياقته قليله وتركيزه مش موجود. احنا بنشوف نسخه من ناصر لو كملت مكانه هيكون موجود في كاس العالم بمنتهى السهوله. عبد الله السعيد ومحمد السيد ثنائيه في نص الملعب، لو شفناها كتير اظن ان احنا هنشوف كوره جميله جدا من الزمالك. عبد الله بينقل خبراته لمحمد، تواصل اجيال هايل بين الاتنين، الشباب والمهاره والفيجن والكرياتيفيتي مع الخبره والتمركزات والقوه الذهنيه الرهيبه من عبد الله والكواليتي اللي نفسنا نشوفه تاني في مصر. محمد شحاته بامانه هو يعني بيروح واحده واحده لحته ان هو يكون قائد خط نص الزمالك العشر سنين الجايين، واتمنى من شحاته ان هو يفضل على المستوى ده لان هو فعلا هو مستقبل الزمالك. ودلوقتي وصلنا لتقييمات اللاعبين وكابتن معتمد جمال. بالنسبه للاعبين، المهدي سليمان النهارده ياخد 6/10. صد كوره كويسه في اول المباراه، ولكن انا بحمله مسؤوليه الهدف، مش ان هو كحارس مرمى ما صدهاش، ولكن هو كحارس مرمى ما نظمش منطقه الجزاء بتاعته بشكل كويس في الركنيه، ودي مسؤوليه اساسيه لحارس المرمى. حسام عبد المجيد والونش عاملين مباراه هايله، الاثنين ياخدوا 8/10 على التغطيه الهوائيه المثاليه ليهم، الخروج بالكره المثالي ليهم، التغطيه خلف الباك رايت والباك ليفت لما بيحصل تقدم ليهم، حتى التغطيه في ظهر خط النص في لمنع التحولات بتاعه كايزر تشيفز. ايشو النهارده ياخد 9/10، مباراة هايلة على المستوى الهجومي وعلى المستوى الدفاعي، وكان مفاجأة المباراة. إبراهيم ياخد 9/10 على الاستمرارية الجميلة والمبشرة بتاعته.
محمد شحاته هياخد 8 من 10، و8 من 10 دي لان هو بالنسبه لي في اخر المباراه، اخر تلت ساعه، المنطقه بتاعت نص الملعب كان في شويه مستباحه في التمريرات اللي في ظهر الخط الهجومي وخط النص، ودي كان هو المفروض ان هو يقدر يسيطر عليها بشكل احسن من كده. محمد اسماعيل النهارده 7 من 10. محمد اسماعيل عنده احسن من كده. ساعات بيبقى فيه بعض الاهتزاز في مستواه وهو بيلعب في نص الملعب، ولكن محمد اسماعيل لعيب كورته كويسه جدا، هيفرق مع الزمالك في مباريات كتيره جدا في المكان ده. احمد شريف 5 من 10. النهارده مش في احسن مستوى ليه. ضيع كور مهمه جدا في وقت مهم جدا. قراراته كانت غلط ومتسرعه، فالنهارده هو 5 من 10. عدي الدباغ 6 من 10، عشان مش هسميها رعونه، ولكن ما ينفعش المهاجم يكون بيتعالى على الكوره او عايز دايما يجيب جون حلو. لا، المهاجم لازم يخلص نص فرصه اللي بتجيله عشان يفضل اساسي في فريقه. عبد الله السعيد 8 من 10. نقطة تحول كبيرة في المباراة، سيطرة مطلقة في نص الملعب للزمالك بعد نزوله، وهدف جميل جدا. والثمانية من 10 لأن هو لعب شوط واحد. محمد السيد نفس الكلام، 8 من 10. مؤثر جدا من ساعة ما نزل، نشط جدا، قطع كور كتير، عامل اسيست جميل جدا. بصراحة كمجمل رجوعه حاجة مفيدة جدا للزمالك. سيف الجزيري 7 من 10 على المجهود اللي عمله، وان هو كان اكتر لعيب بيمنع خط الدفاع من التقدم نتيجة للمجهود اللي هو بيعمله في ظهر خط الدفاع. عمر جابر صعب قوي نقيمه لان هو ملحقش يلعب. شيكو بنزا مش هتكلم خالص لان هو حتى الصفر خسارة. ناصر منسي 10 من 10 بدون اي كلام. معتمد جمال، كابتن معتمد النهارده 8 من 10 لان هو اخذ مخاطره في الشوط الاول، ضيعت وقت طويل قوي بسبب فقدان السيطره على نص الملعب، ولان هو كان في تراجع مبالغ فيه بدون نقل للهجمه بشكل اسرع ونقل لخطوط الزمالك بشكل اسرع، فده حط الزمالك في ضغط كان ممكن يضيع منه المباراه في الاخر. جمهور الزمالك 100%، كالعاده جمهور الزمالك هو الحاجه الثابته الوحيده في تاريخ نادي الزمالك، هو الحاجة الثابتة الوحيدة في كل العصور بكل الظروف اللي بتواجه نادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك هو مثال للوفاء والانتماء في الكورة في مصر وفي أفريقيا وفي العالم. ألف مبروك، وإن شاء الله دي خطوة مهمة لنادي الزمالك، والمباراة اللي جاية كمان 3 أيام مع سيراميكا كليوباترا استكمال للفترة الصعبة اللي الزمالك بيعيشها دلوقتي نتيجة لضغط المباريات، ولكن إن شاء الله يقدر يكمل بالمستوى ده وبالنتائج دي، وإن شاء الله أشوفكم تاني قريب.